المنتخب المغربي بعبع القارة الإفريقية، لا زال سيد إفريقيا إلى غاية الآن قدم أوراق اعتماده كمرشح من بين أبرز وأقوى المرشحين للتتويج بكأس هل ما عندناش دراري حنا اللي يلعبوا كرة القدم؟ ولا ما عندناش لاعبين كرة القدم؟ ما ينجموش يكونوا عندنا ناس اللي يسيروا الرياضة كاع، ما لازمش يكونوا من بلد. نشكروا الكوتش، نشوفوا كدايا بلي موان اللي عندهم قد سما وي سكو لو بلان انفراستركتور هما احسن. بلاد الفوتبول دائما نخرجوا اللاعبين، وهذه اللاعبين في هذه الخطره نون سولمون برهنوا في التيران. يبدو ان المنتخب ايضا مرشح كبير امين للفوز بكاس الافريقيه حتى قبل هذه المباراة، دائما قبل أي كأس إفريقية هو من بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب. الآن أعتقد أن المنتخب بصدد تكوين جيل ذهبي جديد في تاريخ كرة القدم. هذا الجيل على عكس الجيل السابق الذي كان محليا تقريبا بنسبة 100%. هذا الجيل خليط بين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، لذلك أعتقد أن المنتخب فرصة تاريخية أخرى من أجل التتويج بكأس إفريقية جديدة. نعم، بالنسبة اللي قيمة تاعهم امين ثابته في الميدان. لما تشوف الملعب مهما كانت النتيجه طريقه اللعب ديالو ما تغيرش، يعني ما يتفرفش، ما يبانيكيش من فوق الميدان ويلعب، يسجل، يعدل، يعاود يفوز. اما المنتخب الجزائري والتونسي نقول باللي في بعض الاحيان نخرجوا من الاطار. لما قال لك ما نحتفلش، عنده الحق، ما نحتفلش ما يتاهل لنهائيات كاس افريقيا محمد. ما كانش ما يتأهلش. المنتخبات الكبرى كلها راح تأهل للنهائيات. ابعاد يمشي للدور بعيد، من الصعب في ادغال افريقيا. حتى في اضعف حالاته كان يصل على الاقل للدور ربع النهائي في كاس افريقيا. لذلك هو واحد ايضا من المنتخبات القويه، خصوصا أن نقطة قوة المنتخب هو واقعيته الكبيرة، يلعب دائما على قدرة لاعبيه، على إمكانيات لاعبيه، لذلك أيضا من بين المرشحين للتتويج باللقب. نعم. المنتخب المغربي وما فعله في نهاية كأس العالم الأخيرة، هل هذا الأمر يضع ضغطا إضافيا على المنتخب المغربي أم أنه حافز من أجل الوصول على الأقل إلى المباراة النهائية؟ شوف، تاريخيا نولي المغرب، الجزائر، تونس كان عندهم لاعبين كبار، ولكن في أدغال إفريقيا ما عملوا حتى شيء. تلحق أقل شيء النهائي وترجع ولا نصف النهائي. المنتخب التونسي هو قاعد نديروا في الخانه تاع المنتخبات المغاربه اللي عندها مشاكل في ادغال افريقيا، راح تكون صعيب عليه كثير بزاف باش يلحق للدور النهائي او يفوز بكاس افريقيا. نعم، ننوه فقط بالقرار الحكيم الذي اتخذه، وذلك بتخصيص فندق كامل لاقامه المنتخب الوطني. حسب رايي هي المرشح الاول بالنسبه لي انا. نعم، قلناها سابقا، يملك جيلا أحسن من الجيل السابق الذي شارك في الدورة الماضية. الآن يملك مهاجمين من العيار الثقيل، لديه مزيج من خريجي الكرة وجيل من اللاعبين الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية. هناك اللاعبون الناشطون في الدوري الألماني، في الدوري الإنجليزي، في الدوري الفرنسي، وكلهم متألقين. هذا هو مربط الفرس. كل اللاعبين المحترفين المصريين متألقون. شاف أمين، الجميع يتحدث، حتى المدرب شاهد طريقته في التعامل وطريقته في إدارة المباراة بعد ذلك، وشجاعته الكبيرة في المبادرة نحو الهجوم، رغم مدرب أبهرنا كثيرا في تلك المباراة. في تسيير المباراة تغلب عليه بالطول والعرض. الجميع يتحدث عن نجوم المنتخب، لكن لا أحد يتحدث عن المدرب بلغة الأرقام والإحصائيات. يا فارس، في 14 مباراة الأخيرة فاز في 12 مباراة كاملة. نسيت هذا التعادل. قلت لك يعني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات بين كل المدربين الأفارقة الذين معلويات عائلة بأسلحة فتاكة. يعني منتخب كبير ومنتخب يجب أن نأخذ حذرنا منه. نعم بالفعل، هو مدرب حتى الكل متفق أنه نجح مع المنتخب وعرف كيفاش يعني يحسن من مستواه بشكل عام. هو مدرب صراحة شاهدناه صحيح من المنتخب، تحس أنه المنتخب رجع له الهيبة تاعو، وأصبحت لديه تلك الشخصية اللي كان يمتلك نقاط القوة تاعو. تحس أنه عندما تلعب المنتخب يعرف وقتاش يعني يصعد من رتم المباراة، يعرف كيف يعني وين لازم يخفض من رتم المباراة يخفض. تحس أنه منتخب قوي جدا. وهو ما شاهدناه مع هذا المدرب. أثبت أنه منتخب قوي جدا، سيكون واحدا من أبرز المرشحين للتتويج بالدورة. نعم، أنا بالنسبة لي المنتخب الأول المرشح للتتويج باللقب هو
لما نرتبهم من 1 ل5 في المركز الأول. وعنده شيء آخر إضافي، وأنه منتخب يحسن جيدا التفاوض في نهائيات كأس أفريقيا، ويملك خبرة كبيرة ويملك خبرة حتى لاعبيه بعيدا عن لاعبيه المحترفين، أيضا لاعبين المتمرسين جدا في أفريقيا والحائزين تقريبا في السنوات الأخيرة. كان أول منتخب يقدم على هذه الخطوة. نعلم جيدا بأن السلطات في كوت ديفوار أعدت العدة وجهزت قرية كاملة شاملة من أجل استقبال كل المنتخبات الإفريقية، لكن بدأ يتبين الآن ويتسرب بأن هذه القرية الإفريقية، مع احترامنا لما فعله المسؤولون في كوت ديفوار من أجل استقبال ضيوفهم، هذه القرية تعاني من عدة نقائص. نعطيك بعض الأمور، مثلا أنه لن تتوفر غرفة مثلا لكل لاعب أو لاعبين، الأكل لن يطبخ في تلك القرية الأولمبية إن صح التعبير، وإنما يطبخ خارج تلك القرية ويتم نقله بالشاحنات. ثقاف مجانين محمد، أنت تفرض علي أنا الجزائر أو تونس أو المغرب تقول لي باش تنظم كأس إفريقيا لازم لك فنادق 5 نجوم، لازم لك الملاعب، لازم لك دا ولازم لك دا. وهنا يشوف كوت ديفوار قرية من راح يسكنوا فيها كل المنتخبات. ضب لي هذا خطأ كبير. وزيد اليوم عندي حاجة خفيفة. أنا وش في راسي هاد الناس اللي راهم حاكمين كرة قدم في الجزائر، أنا على بالي باللي جو سوي سير باش ما نقولها لك، ما نهضر في بلاصتهم، ما يحبوش الكرة تتطور في الجزائر وما يحبوش بلادهم. باسكو واحد اللي يحب بلادو، اللي يحب حاجة يخدمها من قلبه ويدير كاع، باسكو نهضروا لوجيك. راهي الدولة الدعم في اسمه الدعم في الكرة، أموال طائلة. انت ايكيب صغيرة كاع كي ما تصرفش 40 مليار في العام، 30 مليار اليوم انت، وما كاين حتى فايدة. ما كاش جوار. وكان ماشي زعما شغل الياس ما راحوا فينال، ما كاش ولا لاعب، ونقولوها ما كاش لاعب يقدر يلعب في فريق وطني. بالك واحد ولا زوج في البطولة كاع الوطنية، أموال طائلة تصرف. سي با نورمال. الناس هذوما فيقوا شويه، وما يكون عندكم حب تاع وطن، حب تاع خدمتك. تحب خدمتك ومد اخدم من قلبك. ما نغدو ان شاء الله تغلط، باسكو كاع نغلطوا. مي حنايا كارثه. راك تشوف نديروا فار ومن بعد نحبسوه ومن بعد عيب. الناس غير تطور، الناس راك تشوف سعود تهضر على السعوديه رضوان علي بالشيخ، ناس تخدم راهي تتطور. احنا حتى المدربين تاع المنتخب. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارتاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو. وكنشكركم على المتابعه دائما للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك لنظهر به تطور المملكه المغربيه في مجموعه من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. من هنا تكونوا سالينا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بفوز المنتخب المغربي الوطني نهار الحد ان شاء الله.